كالعاده يعني الاهلي النهارده بيفاجئنا بالمستوى الرهيب اللي بيقدمه. ومش عارف احنا لحد امتى هنبدا يعني نقول الاهلي بدا يلعب كوره وكوره حلوه وبدا يهاجم وبدا يربط الخطوط ببعضيها ويلعب مثلثات ومربعات وخمسات والكلام ده كله. طبعا بقى عندنا مشكله كبيره مع الاهلي، بقى له 3 4 ماتشات هو نفس الاداء ونفس الرتابه في الاداء. يعني مش عايز اقول مدرب بصراحه، لا انا بلوم اللعيبه. اللعيبه يمكن الماتش اللي فات او الماتشين اللي فات طبق عليهم غرامات بتجميد المستحقات، وده كان قرار بسيط جدا باللي هم بيعملوه. اللعيبه بتتهاون ببساطه جدا في ارضيه الملعب، اللي هم يضيعوا بمنتهى السهوله، يعني ضيعوا مننا يعني ماتشين ب6 بونت كانوا مهمين جدا في الدوري، ان احنا نعتلي صداره الدوري، ولكن ده ما حصلش. النهارده قدام سيراميكا كليوباترا في ماتش السوبر الاولاني نفس الرتابه ونفس اللعب باستهتار. اللعيبه بتروح كتير وبتروح قدام المرمى كذا مره، ورغم كده احنا بنضيع، ورغم كده احنا يعني الماتش النهارده سيراميكا، يعني انا بشوف ان اغلب الفرق اللي بتقابل الاهلي الفتره اللي فاتت بتقول الاهلي كسبني، يعني سواء مثلا ماتش بتروجيت او ماتش الاتحاد او ماتش سيراميكا النهارده. سيراميكا النهارده مستسلم تماما، ما بيروحش كتير، ما بيهاجمش، يعني ما عندوش شراسه هجوميه، الدنيا مفتوحه قدام الاهلي اللي هو يعمل اللي هو عايزه. ورغم كده عندنا مشكله يا جماعه في الترحيلات. يعني اما بنبص على جون التعادل اللي سيراميكا سجلته، انه ديانج واقف بيتفرج من خط الوسط على الكوره بتتلعب للفيرود بتاع سيراميكا كليوباترا وهو بيدخل الجون. طب يا عم ديانج انت بتعمل ايه؟ انت فين اصلا؟ انت المفروض بترحل اللعب عشان تبدا تقطع الراجل اللي بيباصي، عشان الكوره ما تروحش اصلا للمهاجم. اي نعم عندنا الدفاع كمان في مشكله، تمام، وبدانا نبص انه خط دفاعنا بقى ضعيف جدا وبيتهاوى كل ماتش، والدنيا بقت يعني احنا كنا في الدقيقه 86 او في الدقيقه تقريبا 89 كنا هنتعادل، انت كسبان 2-1 وكان هيدخل فيك جون. فخري لقاي كان هيدخل فيك جون بمنتهى السهوله، ولكن يعني الحمد لله العنايه اللي هي انقذتك من التعادل دوت في اخر الماتش، والدنيا عدت بسلام والدنيا عدت بخير. لحد امتى هنفضل نقول للعيبه يا جماعه اعملوا اللي عليكم في ارض الملعب؟ لحد امتى هنفضل نقول يا جماعه كفايه تهاون وكفايه تباطؤ؟ نزلنا على الناس خصومات وعقوبات، ورغم كده لسه الناس بتتهاون. هل ده اخر مستوى السكواد اللي احنا المفروض بنقول عليه ان هو احسن سكواد في مصر وافريقيا؟ هل هو ده اخر السكواد اللي احنا بنقول عليه ودافعين فيه ملايين وجايبينه من هنا ومن هنا ومن هنا، ورغم كده بيقدم نتائج ما لا ترضي الجمهور؟ غيرنا المدرب وكان عندنا ازمه كبيره في المدرب بيودي الفرقه كلها لحد الجون، ورغم كده برضو الناس بتتهاون. انت كسبت يعني، وهو ده المطلوب. لو بتتكلم في معادله الكوره جوان، وانت كده انت كسبان، والحمد لله انت صعدت للدور النهائي عشان تقابل او هتستنى اللي هيكسب ما بين الزمالك وبيراميدز، ولكن مكسب بلا طعم. ده انا